الله يسعد لي كل أوقاتكم يا رب، وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك. اليوم حبيت اني اعمل لكم صينية الدجاج بالطحينية بس على طريقتي. بس قبل هيك اذا انتم جداد بالقناة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اول شي بحتاج لجزر، بندورة، بصل، فلفل حار، بطاطا وتوم. هلأ رح اقطع البطاطا بالنص مثل هيك، ورح اقطعها بهذا الشكل. وهلأ الجزر رح اقطعه مثل هيك. وبالنسبة للبندورة رح أقطعها من النص، ورح أقطعها 4 قطع. وهلأ البصل قطعته مثل هيك، والثوم رح أفرمها فرم ناعم. بالنسبة للفلفل الحار رح أحطه بالصينية مثل ما هو. هلأ هون نظفت الدجاج أنا كتير منيح بالملح والخل والليمون. رح أضيف عليه معلقة صغيرة من البهارات، معلقة كبيرة من الملح، طبعا الملح حسب الرغبة، نص معلقة من الفلفل الأسود. وراح أتأكد هلأ إنه كل البهارات يلي حطيتها وصلت على كل قطع الدجاج. هلأ رح أبلش أضيف البصل والثوم والبندورة والجزر والبطاطا على الصينية. رح أضيفهم هلأ على الدجاج، ورح أبهرهم مرة تانية. رح أضيف عليهم ملح، طبعا الملح قلنا حسب الرغبة. رح أضيف عليهم بهارات مشكلة أو البهارات السبعة، ورح أضيف عليهم فلفل أسود. ورح أضيف عليهم مقدار فنجان من الليمون وفنجان من زيت النباتي. بضيف عليهم هلأ كوبين من المي، ورح أغطيهم بالقصدير، ورح أدخلها على الفرن على درجة حرارة 200 لحتى تستوي. هلأ رح أبلش أحضر الطحينية. رح أضيف كوب من الطحينية بالخلاط، ورح أضيف عليها كوب من الليمون وكوبين من المي، وملح طبعا حسب الرغبة. وهيك بتكون الطحينية صارت جاهزة معي. هلأ بشوف الصينية طلعتها من الفرن، اتأكدت انه البطاطا استوت معي والدجاج استوى. رح احط الدجاج بالوجه من فوق حتى احمره ويطلع معي بهذا الشكل. هلأ رح اضيف عليه الطحينية، ورح ادخلهم على الفرن حتى يغلوا مع بعض. وهلأ هون بعد ما طلعت من الفرن اتأكدت تماما انها استوت وحمرتها من فوق. وهلأ هون رح أبلش أسكبها بصحن التقديم. طبعا فيكم تقدموها برز
أو بالخبز. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. صحتين وألف عافية على قلوبكم كلياتكم. فضلا وليس أمرا، إذا كنتوا جداد بالقناة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. استنوني بالفيديوهات القادمة إن شاء الله، وكل عام وإنتم بألف خير. مع السلامة.